لو انت او انتي بتستخدموا كرسي متحرك، تعال نحكي في شوية حاجات هتخلي حياتنا اسهل وامان اكتر. لو انا مضطر اقعد على الكرسي المتحرك بتاعي فترة طويلة، يفضل ان انا كل ساعة ساعتين اقلب جسمي شوية يمين وشوية شمال. ده بيمنع ضغط على الجلد ويقلل قرح الفراش. محتاجين دايما نتأكد ان الدورة الدموية بتاعت جسمنا نشطة. طب اعمل ده ازاي؟ حلو ان احنا نحاول نحرك دراعاتنا، نحاول نحرك كتفنا، نحاول نحرك جسمنا على قد ما نقدر، ده هينشط الدورة الدموية. لازم نفحص جلدنا باستمرار، خصوصا الظهر والمؤخرة، لان لو لقينا اي احمرار او اي جرح محتاجين نكلم الدكتور على طول. ما تنساش تحافظ على الكرسي بتاعك نظيف، وتتأكد ان الفرامل والكاوتش بتاع الكرسي قبل ما نتحرك بيه، خصوصا لو هناخد مسافات طويلة. فكرة حلوة ان احنا نحط مخدات ورانا واحنا قاعدين، وكمان لازم نحافظ على الظهر يكون مستقيم واحنا قاعدين على قد ما نقدر. النصايح دي تبان بسيطة، لكن مع استخدامك اليومي للكرسي دي هتسهلك حياتك لو اهتميت بيها. ما تنسوش اكتبوا لي في الكومنتات اسئلتكم، ممكن تكون موضوع الحلقة اللي جاية. انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فوني. اشوفكم الفيديو اللي جاي.